ناشئين المنتخب السوري بيحقق معجزة وبينتصر ببطولة غرب آسيا. إذا منتخب الناشئين بطل لبطولة غرب آسيا، ألف مبروك لهم. ما في حدا من السوريين حتى من الكادر الفني كادر إداري بقيادة فراس معسعس ما كان حدا متوقع انه منتخب الناشئين ياخذ البطوله، لانك فراس معسعس قبل البطوله قال لك نحن ببطوله غرب اسيا رايحين لنحدد التشكيله المثاليه لحتى نختار لاعبين الجيدين، ما قال لك انا رايح اخذ البطوله، صح؟ لهون متفقين نحن. اول شيء بنقول له مبروك. انا اكثر لاعب لفت لي انتباهي بالمنتخب الناشئين هو حارس المرمى. حارس مرمى صغير، بتمنى انا من اداره المنتخب الاول هذا الحارس يكون حارس رابع لمنتخب الرجال، حارس رابع، ركز معي، حارس رابع، لانه هذا الحارس لازم من هلا يكتسب خبره. هو صغير وقف لك تحت العارضه تحت القوائم ثلاثه، كحارس قيمه ثقيله، ما له خايف ركلات الحسب، بشوط ما له خايف، بصد ما له خايف. الحارس هذا لازم تعطيه ثقه، يروح على المنتخب الاول، ينضم مع المنتخب الاول، يكتسب خبره. حارس رابع، ما بقول لك حارس ثالث او حارس ثاني، حارس رابع، ركز معي. فاللي هلا بيطبل لمنتخب الناشئين انتصر واخذ بطوله غرب اسيا، نحن قبل الحرب منتخب الناشئين السوري على طول كان بكاس العالم، على طول كان بكاس العالم. فلا حد يجي يطبل يا شباب، لانه البطوله ساعدت المنتخب السوري بانتصار. اول شيء نحن مباراتين اخذناها بركلات الحظ، ثالث شيء ما ننسى انه المنتخب العراقي صار خارج البطوله بظلم، والمنتخب اليمني كمان صار خارج البطوله بظلم. الف مبروك لعشاق المنتخب السوري الناشئين، تحياتي لجميع اللاعبين. مثل ما حكيت حارس المرمى لازم من هلا يتواصلوا معه، يضموه على المنتخب السوري الاول ويكتسب خبره كحارس رابع.